رب الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ولا دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله. شفتم كيف الناس تليفونات آخر صحيحة أشكال والوان، آيفون سامسونج من وإلى، وبيخلوها في وراهم ويصلوهم خاشعين صلاة، وإحنا بيطرح جزمة وما بيطرحش وراه، كدو بيطرحها تجاهه وهو بيصلي وهي تجاهه، وهو يصلي وهو جالس مو بهله، وهذاك السارق مو بهله، هذا مو بهل الجزمة والسارق مو بهل ذي المصلي، ويخليه ذي يسجد وقال بهالقط يقوم هذا من الصلاة. أين الجزمة؟ هيا الله يلعنه ذي شلها، والله يلعنه ذي عاد يزيد يصلي منك يا بيت الله. وين وحرم الصلاة بسبب هذا الملعون. ولا جزمة أعزكم الله ما حد يشيل جزمة، ما حد يشيل جزمة إلا الجزمة. هذا أعتقد لو يشوفوها بالشارع ما يقول لك أنا أسرق جزمة، يعني مش بحق الوطاية، ما يسرق الجزمة إلا جزمة. وتخيل خلاص سارق، هذا سارق، ويجي يوم القيامة تخيل مطوبر مع السرق كلهم، هذا سرق ملايين وذا سرق مليارات وانت تسرق جزمة، والملائكة يلطمون جزمة ومطوبر جنب السرق، وفين بيت الله وهات هم يلطمون. وحتى سرقنا يا بني آدم جالس مطوبر جنبنا، احنا نقص سرقنا ملايين ومليارات وانت تسرق جزمة وهم يلطمون حتى سرقوا أنفسهم. يعني تنزل نفسك لا جزمة. بعدين تخيلوا أو ممكن يدخل يسرق له جزمة ولا ماشي، يدخل يدي صفين ويفتح هذا وكله أنا حزام، مش حزام ناسف، حزام جزمات، وإذا لقيه لطموا بذلك الجزمات كلهن. بلا يعني مصيبة. عشان تقنع لك سار جزمات.